محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الأكثر إثارة للجدل في ذمة الله، رأى خصومه في عدد من فتاواه ولاء لمواقف رسمية قربته من السلطة وأبعدته عن المعارضة في مصر. أما خارجها فتهاوت شعبيته خلال السنوات الماضية بسبب قراراته التي أثارت موجة انتقادات تارة من السلفيين وتارة أخرى حتى من العلمانيين. صدم العالم الإسلامي برؤية شيخ الأزهر عام 2008 يصافح الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس. كان ذلك خلال مشاركته في مؤتمر حوار الأديان بنيويورك. لم تكن أول مرة يكسر فيها طنطاوي الصورة الموروثة عن شيوخ إحدى أعرق المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، فمواقفه بشأن غزو العراق لم تتناغم مع نبض الشارع الإسلامي. طالب باعتقال رئيس لجنة الفتوى عن دار الإفتاء الشيخ نبوي محمد العش والتحقيق معه. أصدر قراره بعد تحريم العش في 2003 التعامل مع مجلس الحكم الانتقالي في العراق. وفي أوج الغليان الشعبي بشأن حظر الحجاب في المدارس والمؤسسات الحكومية في فرنسا، استقبل طنطاوي في الأزهر نيكولا ساركوزي وزير الداخلية آنذاك. اعتبر قرار الحظر شأنا داخليا فرنسيا. تأزمت علاقته بالإعلام بعد أن أفتى عام 2007 بجلد صحفيين مصريين نشروا خبرا عن مرض الرئيس حسني مبارك. وجدد بعض النواب في البرلمان المصري طلب عزله في 2009 بعد أن جلس على نفس المنصة مع بيريس في مؤتمر لحوار الأديان بكازاخستان. في ذات العام أجبر طنطاوي طالبة في الإعدادي الأزهري على خلع النقاب، ما أثار انتقادات كثيرة. وعارض الكثيرون الفتاوى التي أصدرها بشأن شرعية الجدار الفولاذي الذي تبنيه مصر على الحدود مع غزة. مسيرة الرجل في الأزهر حتما لم تكن عادية. ولد الشيخ طنطاوي عام 1928 في قرية بمحافظة سوهاج. في عام 1966 نال شهادة الدكتوراه في الحديث والتفسير. عمل مدرسا ثم عين عميدا لكلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. وفي عام 1986 أصبح مفتيا للديار المصرية، ثم شيخا لجامع الأزهر في عام 1996. رحل طنطاوي، ولكن تداعيات مواقفه التي يعتبرها البعض جريئة والبعض الآخر خارج صراط أسلافه في الأزهر ستبقى.